اهلا بيكم في الحلقه الاقوى من قناه زد سبورت. الحلقه ال11 من سلسله الدوري المصري من قناه زد سبورت. النهارده الحلقه انا بوعدك انها تكون قويه جدا وممتعه جدا. النهارده مواضيع مهمه جدا وقويه جدا عن الدوري المصري طبعا. النهارده الجوله دي مليانه حاجات كتير قوي، والاحداث في النادي الاهلي والزمالك كبيره جدا. فالنهارده الحلقه قويه جدا. دوس اللايك بسرعه يلا تحت، واعمل اشتراك لقناه زد سبورت بسرعه، ودوس الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونبدأ الحلقة عشان النهاردة أنا أوعدك بالمتعة. الأهلي أول موضوع معانا، الأهلي بيصارع على الهبوط. مش أنا اللي بقول كده، الجدول الدوري المصري هو اللي بيقول كده. النادي الأهلي في حالة انهيار غريب بسبب كثرة النجوم. في مشجع رأيه عجبني جدا أهلاوي، قال إن أنت اشتريت النجوم ونسيت اللي يدير النجوم. دلوقتي كابتن محمود الخطيب بيسيب المسؤولية، أنا بوصف كده، بيسيب المسؤولية اللي عليه وبيمشي. دلوقتي يا كابتن محمود أنت أهم واحد في الأهلي. اللعيبه كلها منافسانه من بعضيها، وده بان في كوره تريزيجيه وزيزو. لو تريزيجيه حط بس زيزو الاهلي جون، زيزو هيضيعها بقى مش هيضيعها، بس تريزيجيه تكون انت عملت اللي عليك. تريزيجيه شاط بره وحشه جدا، سيئه جدا، ومش عارف جمهور الاهلي هيقنع تريزيجيه انت ان هو مش بيعرف يعمل ارتو. بقاله كتير قوي بيعمل ارتو ومحدش داخل دماغه ان هو ما بيعرفش يعمل. تريزيجيه بقى كده جاب جون وراح يعمل هوش، عمل كده. وبعض الناس قالت ان هو كان بيقول لمشجع، في مشجع ده قديم في النادي الاهلي مخضرم بيحضر الماتشات كلها، كبير في السن، فراح عامل له الحركه دي. الناس طبعا انتقدت تريزيجيه. يا تريزيجيه، هل مثلا انت جبت جوان كتير فدلوقتي انت عايز ادي مثال بسرعه؟ مصطفى شلبي وعمر جابر. انا دلوقتي بتكلم على لعيبه كوره مش بتكلم على انديه. مصطفى شلبي واخد انتقاد ما خدوش لعيب في تاريخ الزمالك، او حتى تاريخ الزمالك الحديث. من اول 2000 لحد 2025 ما حدش خد الانتقاد ده. لعيب اول ما حط جون راح اعتذر، هو اللي اعتذر. وعمر جابر لما الناس كلها برضه عماله تنتقده الموسم ده، اول ما جاب جون راح لجمهور الزمالك. يا جماعه في فرق في عقليات اللعيبه. الاول مره الاهلي يشهد عدم استقرار. اللعيبه كلها مش عارفه قيمه التيشيرت بسبب ان اللعيبه كلها ما لعبتش في النادي الاهلي قبل كده، ما عدا اتنين تلاته بس، اللي هو الشناوي ومحمد هاني بيكهام. باقي كل اللعيبه مش عارفه التيشيرت، حتى تريزيجيه مش عارفه قيمه التيشيرت اللي هي لابساه. انا من وجهة نظري هو ده اللي النادي الاهلي فيه دلوقتي، محدش عارف قيمة التيشيرت اللي هو لابسه. نيجي بقى لعنوان تاني، وده عنوان قوي قوي. احنا بنسمع كلام الجماهير من الاعلامي احمد شوبير، اللي هو طلع. انا امبارح جبت قناة الاهلي الصدفة، سمعت ان هو بيقول، انا سمعت بس من احنا بنسمع كلام الجماهير، من نفذ طلبات الجماهير. يا جماهير انتوا قلتوا ها مشوا روبيرو مشيناه، هاتوا زيزو جبناه، هاتوا امام جبناه، هاتوا بن شرقي جبناه، هاتوا ده جبناه، مشي ده مشيناه. طب انتوا عايزين ايه يا جمهور؟ احنا بنسمع كلام. طب هل يعقل ان الكلام ده صح؟ الكلام ده لو صح يبقى كابتن محمود الخطيب ايه لازمته؟ عشان كده بقولك الحلقه النهارده قويه جدا. النهارده انا حاطط عناوين قويه جدا وواخد موضوعات اتكلم فيها قويه جدا. احنا بنسمع كلام الجماهير. ايه يا كابتن شوبير اللي انت بتقوله؟ يعني معنى كده ان انتوا كنتوا هتسيبوا روبيرو لولا ان الجماهير طلبت رحيله؟ حاجه غريبه جدا. نيجي لعنوان تاني، الزمالك يغرد في الصداره. يعني نادي الزمالك بادئ بداية قوية من ناحية النتائج، وآخر مباراة ضد المصري أداء، النتيجة، ثناء على كل اللعيبة، حاجة جميلة. نادي الزمالك دلوقتي بيعيش فترة جوه الملعب جميلة. بره الملعب طبعا في مشاكل على جون ادوارد، يعني انا الله يكون في عونه. في خبر عايز اقول لحضراتكم ان لعيبه الزمالك المصريه خدت جزء كبير 75% من مستحقاتها، واللعيبه الاجانب كلهم خدوا الراتب بتاعهم 100%. دي معلومة برضو من النهاردة من ضمن الحلقة. النهاردة لعيبة مصرية صرف 75% من مرتباتها، والأجانب 100% من مرتباتها. نيجي برضو لعنوان تاني قوي، صناع النجوم. هنا قصدي على مين؟ طبعا نادي الزمالك.
نادي الزمالك صنع زيزو مشي، بيصنع خوان الفين او خوان بيزيرا. نادي الزمالك دايما عينه جميلة على اللعيبة، لان نادي الزمالك فن وهندسة، بيحب اللعيبة الحريفة. كل اللعيبة اللي بتيجي مش بتيجي عشوائية، مش بتيجي على مطالب الجماهير، لا، مطلب الجماهير ان هو عايز صفقات. ممكن يكون الجماهير زي ما بتقولش اسامي على فكرة. يمكن اللعيب الوحيد اللي اتطلب هو حامد حمدان بس، وده كان صعب قوي يتجاب لان بتروجيت قافله الموضوع خالص. يناير هيجي ان شاء الله. جماهير لازم تطلب صفقات، وانت عليك يا جون مثلا مثال ان انت تجيب لعيبه قويه. خلاص. فصناع النجوم هو نادي الزمالك، هيصنع كل اللعيبه هيمشوا، هيصنع غيرهم هيمشوا، هيصنع غيرهم. نيجي بقى للتشكيل الافضل في الجوله السادسه. كان تشكيل صعب بصراحه، بس هنختار مع بعض الحراس. اول حاجه هختار حارس مرمى وادي دجله عمرو حسين. السرد باكين حسام ومحمد اسماعيل، حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل. يعني انا بصراحه ما اختارش عمر جابر، يعني حاجه جميله. عمر جابر باك رايت. والباك ليفت برضو كان صعب، هنختار باك ليفت وده نادي وادي دجله دحروج، لاعب نادي وادي دجله. لحد دلوقتي التشكيله زمالك وادي دجله. نص الملعب المصري هنختار دغموم، اللي بالمناسبة أنا ما كانش عاجبني أداؤه، ولكن كان اللعيب الوحيد من المصري اللي كان بيلعب. دغموم، عبد الله السعيد. وهختار من الأهلي عشان جماهير الأهلي متزعلش مني، هختار بن رمضان عشان جماهير الأهلي لسه متزعلش مني. عبد الرحمن البنوبي لاعب زد، و دياسطي لاعب وادي دجلة، والمهاجم أحمد فاروق لاعب وادي دجلة. بنوبي جناح نادي زد، ودياسطي جناح وادي دجلة، وأحمد فاروق مهاجم نادي وادي دجلة. تشكيلة يا رب تكون عجباكم. نختار المدرب طبعا محمد الشيخ، مدرب وادي دجلة اللي كسب المباراة اللي فاتت 4-1 وكسب الزمالك، عمل نتائج قوية جدا. المركز الثالث عمل الشيخ، وأفضل فريق هو في مفاضلة بين الزمالك ووادي دجلة. فأنا بال... يعني إيه، أختار في المركز الأول وادي دجلة، والمركز التاني الزمالك. ممكن الاتنين يبقوا مع بعض عادي. دي كانت الحلقة، أتمنى تكون قوية جدا زي ما وعدت حضراتكم. دوس اللايك بسرعة تحت، واعمل اشتراك لقناة زد سبورت بسرعة، ودوس الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في حلقة تانية قوية جدا. احنا خلاص بعد كده على اليوتيوب هتبقى حلقات قوية جدا. سلام.